وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا أهلا وسهلا بكل أموراتي الحلوين اللي نوروني ويشرفوني وكبروا عيلتي، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى أحلى عيلة مع بعض إن شاء الله. النهاردة أقوى روتين على القناة بجد والله يا بنات، من الروتينات اللي بجد وانا بتفرج كنت فرحانة جدا بيها، وفي نفس الوقت زعلانة لان انا فعلا ما بقتش اعرف اصور روتينات زي زمان. الروتين ده يا بنات متصور من سنتين او اكتر. البنات اللي معايا من اول ما فتحت القناة هيبقوا فاكرين الروتين دوت. بجد والله العظيم، يعني انا جه قدامي بالصدفة وقلت لا لازم هنزله اشاركه معاكم. الناس الجديدة اللي معايا اكيد هيعجبهم. طبعا في فرق كبير قوي في التصوير وفي المونتاج، كنت لسه بادئة، بس بجد كنت بجتهد وكنت بصور حاجات كتير جدا ما بعرفش اعملها الفترة دي. نسمي الله كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. واتمنى منك يا امرايا لو انتي بتتفرجي عليا وانتي مش مشتركة، نوريني باشتراكك وحطيلي لايك فضلا منك وليس امرا، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار مني بكل جديد، واكتبيلي كومنت. عايزاكم بقى يا بنات بعد ما تتفرجوا كده على الفيديو تقولولي ايه رأيكم في تصويري زمان وتصويري دلوقتي. هل في فرق؟ طبعا اول حاجة واخدين بالنا منها الإضاءة كانت ضعيفة جدا، ما كنتش لسه زودت إضاءة. آه كان في تاتشات كده في المونتاج بدأت اعدلها. قولولي رأيكم ارجع اصور زي زمان كده، ولا اخليني في طريقتي دلوقتي احلى. بصوا يا بنات، انا عايزه افاجئكم واقول لكم في الفتره دي انا كنت بشتغل، وكنت بشتغل يعتبر في مكان سفر. يعني انا من شبرا وشغلي كان في اكتوبر، فكنت بروح وبرجع كل يوم، وكنت باجي كنت فتحت القناه وبصور الروتينات ديت. و والله العظيم حد معايا في الشغل، انا مش هقول بقى زميلتي لان للاسف الناس اللي زي دي الواحد ما يتمناش ان احنا نبقى زمايل. جت بتقولي انتي مش كفاية عليكي الهدة بتاعت المشوار والشغل كمان، بتصوري روتينات بالمنظر دوت؟ انتي اللي زيك المفروض يروح ما يقدرش يقوم من مكانه. طبعا انا وقتها ما زعلتش من كلامها لاني كنت بحبها بجد وفهمتها الوضع وقلت لها ده شغل زيه زي شغلي دلوقتي، وانا عايزه اكبر قناتي وانا عايزه اديكي شايفه ان انا ببقى تعبانه قوي من مشوار الشغل، فان شاء الله باذن الله لو قناتي كبرت هسيب الشغل واتفرغ للقناه. وكده كده ده شغل بيتي، يعني انا كده كده بعمل الكلام ده، فيها ايه لما احط ستاند واصور؟ الموضوع بياخد وقت اكتر وتعب اكتر، بس يعني ده مشروعي اللي انا بحلم بيه ان يبقى خاص بيا، ابقى شغالة من بيتي. فقالت لي بس الناس مش هتبقى فاهمة الكلام دوت، وانتي هتاخدي عين على الفاضي وهتتحسدي على الفاضي والكلام ده. عايزه اقول لكم طبعا دلوقتي انا بندم ان انا عرفت حد في الشغل اصلا ان انا فاتحه قناه، واني انا قلت وكنت هبله قوي بقول لكل الناس، وكنت ببقى فاكره ان الكل بيفرح لك زي ما انت ما بتفرحي للناس. ليه دلوقتي فهمت الكلام ده؟ لان انا فعلا ما بقيتش قادره. صحتي نزلت جدا، ما بقيتش اقدر اعمل زي زمان نهائي.
حتى شغل القناة ما بقيتش اعرف اصور زي زمان. حاجات كتير قوي 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 اختلفت. فانا مش بتكلم معاكم في الفيديو ده لمجرد رغي، لان انا لو كنت عايزة ارغي كنت طلعت رغيت في الموضوع ده من سنتين. بس انا بحكي الموقف ده ليه دلوقتي؟ بحكي الموقف ده للناس اللي هي بتبص في حياة اي حد، بتستكتر كل حاجة عليه، حتى التعب بتستكتروا عليه. يعني انتوا بتستكتروا الفرح، بتستكتروا التعب، بتستكتروا كل حاجة. يا جماعة والله العظيم ربنا قسم لنا كل حاجة في الدنيا ديت. قسم لنا الفرح، وقسم لنا الحزن، وقسم لنا التعب، وقسم لنا الشقة، وقسم لنا المرض، وقسم لنا الصحة. قسم لنا كل حاجة، كل واحد واخد نصيبه من الدنيا. فيا ريت ما نركزش في حياة حد. يا ريت كل واحد يخليه في حياته وفي نفسه. انت مش عاجبك حاجة في حياتك، اشتغلي على نفسك. تبيش قاعدة في بيتك حاطة ايدك على خدك ولا بتقومي تشوفي مصلحة بيتك ولا مصلحة ولادك، وكل تركيزك بس مع الناس. ما انت طبيعي طبيعي هتبقي شايفة ان كل الناس احسن منك. فاهميني يا بنات؟ ردوا عليا برضو في الكومنتات وقولولي ايه رأيكم في الكلام اللي انا بقوله. آم، طبعا دي كانت الأكلة السريعة بتاعتي. في الروتينات دي أنا كنت بتكلم إن أنا ضد مبدأ إن واحدة تيجي من الشغل تشتري أكل جاهز وتقولك ما أنا تعبانة برا فمش قادرة أعمل. لا طبعا، ولا الأكل هيبقى زي زمان. معلش يا بنات فصلت لأن رهف كانت فتحت الباب ودخلت. آم، مش قصدي زي زمان. الاكل برا ما بيبقاش بنظافة اكلك اللي انت بتعمليه، ولا كان وقتها بيبقى موفر ولا اي حاجة. وولادك ملهمش ذنب ان انت خرجتي واشتغلتي. هتخرجي وهتشتغلي، طبعا الظروف هي اللي بتحكم بكده. بس لازم توازني ما بين كل الامور. ما ينفعش تيجي على حد على حساب حاجة، خاصة الولاد. فاهمين يا بنات؟ يعني انا كنت ممكن، طبعا في تنظيف يومي ده كان اساسي، وخصوصا لو انت مش موجودة في البيت بيبقى البهدلة اكتر والدربكة اكتر والتنظيف اكتر. لو حاجة وقعت مني لا عادي، ما كنتش بزعل وما كنتش بتضايق، لان انا كنت عارفة ان انا بعمل اللي بقدر عليه وزيادة. لكن بيجي يوم خميس جمعة، طبعا كان بيبقى عندي اجازة جمعة وسبت، كنت باجي يبقى فيه تنظيف عميق. بصوا يا بنات معلش انا هفصل الكلام لان الوصفة دي جبارة جبارة جبارة. بصوا يا بنات ده كركديه. دي كانت بقايا كده كركديه، خدتها وحطيتها في مية بتغلي. بصوا بقى يا بنات شكل البراد دلوقتي عامل ازاي. ده براد استانلس، ركزوا قوي في شكله، وهوريكم شكله بعد ما هنخلصه. وهناخد عيون البوتاجاز. وفي الفيديو ده برضو يا بنات كنت مستخدمة معاكم منظف كنت انا عاملاه. عاملاه لكم في فيديو هحطه لكم في صندوق الوصف. الفيديو ده يا بنات جبار جبار بجد والله العظيم. عارفين سترس؟ هو زي سترس بالظبط واحسن. طبعا سترس دلوقتي احنا ما نقدرش نجيبه دلوقتي بالعروض، عامل حاجة و70 جنيه. فمكوناته بسيطة جدا جدا جدا. آم، جربوه هيعجبكم ان شاء الله، وهتشوفوا اصلا نتيجته دلوقتي. هغسل بيه البوتاجاز وهغسل بيه العيون وهتشوفوا. هنا يا بنات كان في حاجة مدلوقة، وطبعا انا مش فاكرة ايه هي واتحرقت. فجبت مية سخنة من المية اللي كانت في الكركديه دي وحطيتها عليها، بوشتها شوية بس. وادي دلوقتي ده المنظف اللي انا هستخدمه، واستعملت السلكة الناعمة. بصوا لو تلاحظوا انا مش بدعك، يعني انا ما بدعكش، انا مش مسرعة المقطع، مش بدعك دعك جامد ولا اي حاجة خالص. عارفة كأنك بتنضفي التنظيف اليومي بالظبط. وبرضو يا بنات نصيحتي ليكوا ليا، طول ما ايدك في الحاجة ما بتبقاش متعبة عليكي. لكن كل ما بنركن الحاجة والدهون بتزيد، طبعا لازم الدهون هتبقى عنيدة جدا وهتمسك جدا في الحاجة، وهيبقى تنظيفها صعب جدا.
فنرجع نكمل كلامنا واحنا بنتفرج على الفيديو مع بعض. الفيديو ده يا بنات هيبقى دردشة كده، هنقعد نتكلم مع بعض. طبعا انا ممكن يكون صوتي متغير وطريقتي متغيرة لان انا بجد متأثرة بالموضوع. زي ما بقولكوا الفيديو عجبني جدا جدا جدا، وبس حزنت والله العظيم، يعني حزنت على نفسي ان انا فعلا ما بقيتش اعرف او اقدر، خلينا صراحة، جسديا وصحيا ونفسيا ان انا اقدر اعمل الشغل زي زمان. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد ما بيقولش ما شاء الله، ما بيقولش تبارك الله، ما بيفرحش لغيره، حياته واقفة على الحسد والحقد والغل، وان ليه دي كده وليه دي كده وليه انا كده وليه معرفش مين كده. يا جماعة والله العظيم قولوا الحمد لله، احمدوا ربنا على كل حاجة. في ناس كتير قوي ما بتحبش تطلع الطاقة السلبية، ما بتحبش تقول الوحش اللي في حياتها. انا كده، دي طبيعتي، ربنا خلقني كده. لما حد يجي يتكلم معايا الحمد لله على السراء والضراء، مش شرط عشان انت شايفاني بضحك، سامعة صوتي كويس، شايفاني كل طاقة وحيوية ونشاط وقلب الشقة، يبقى دي حياتي كلها. لا طبعا، زي ما قلت قبل كده، انا بطلع الجانب الايجابي اللي في حياتي. مش لازم كل فيديو، او لو مش هنتكلم على القناة في الحياة العادية، مش لازم كل ما اكلمك انا عندي وعندي 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 وعندي. يا جماعة محدش بيساعد حد الا من رحم ربي، الا القليل، ودول بقوا قليلين جدا 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 في الزمن اللي احنا فيه. فكتر الرغي مش هتستفادي بيه حاجة، مش هيفيدك اللي بيسمعك ده في حاجة. فاهمني؟ بص يا بنات، البراد وجماله ما شاء الله تبارك الله رجع جديد بيلمع. هنا بشاور لكم على الاماكن اللي كانت فيها اصفرار كده كأنه صدى. يعني انا كنت متخيلة وفاكرة ان هو صدى. فلما استعملت الخلطة ديت بجد والله العظيم نينجا بجد حلوة جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، انا اكتر حاجة بزعل عليها الصحة. لان انا من الناس الحمد لله يعني آه، ممكن يكون ده ابتلاء من ربنا ومبتلية في صحتي. ف لما ابقى طالعة بتكلم بكل طاقة ايجابية، وببقى طالعة بصور وصفة وبصور روتين، بصور بصور بصور، ويجي حد يقول لي انت بتقدري تعملي كل ده ازاي؟ يا جماعة يعني معلش، هو انا فاتحة القناة ديت علشان اطلع كل فيديو اقول لكم انا بحس بكذا وعندي كذا ومش قادرة لا معلش، يعني انا اسفة في الكلمة، ده شغل تسول. احنا مش طالعين نتسول، احنا ده شغلنا، بس بتعبنا بنجتهد عشان نوصل لحاجة، لكن مش بالتسول، مش بالطريقة دي نهائي. تمام. انا عندي اطفال وارد ان هم بيبقوا تعبانين، برضو ما بطلعش اقول. انا ممكن اقول ادعوا بنتي تعبانه، ادعوا لها دعوه حلوه، ادعوا ان ربنا يهديها، بطلب منكم دعوه، لكن ما بطلعش اشتكي. فاهمين يا بنات؟ طبعا انا كلامي دي لفئه معينه، وانا عارفه ان هم بيسمعوني. اشغلي نفسك بحالك، اشغلي نفسك بحاجة مفيدة تنفعك، تنفع اللي حواليكي. بلاش تفضلي قاعدة مركزة في حياة الناس وبس، مش هتعرفي تعملي حاجة لنفسك. وبالعكس انتي بتأذي اللي حواليكي من غير ما تقصدي. انتي ممكن تكوني مش قصده على فكرة، ممكن يكون جواكي ان انتي كويسة، لكن انتي بجد بتضريهم وبتأذيهم. بص يا بنات، الروتين ما شاء الله تبارك الله كان كامل الشقة كله، من تنظيف اوض لتنظيف الصالة لتنظيف المطبخ لتنظيف التويليت، اللي عملنا غدا. ما شاء الله تبارك الله شامل كل حاجة. اتمنى 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 ان انتوا بجد ترفعوا لي الفيديو دوت
تشيروه لكل اصحابكم. مع اني يعني مش بحب اشير فيديوهات فيها كلام من النوع ده، بحب اشير فيديوهات يبقى كلها طاقة ايجابية. بس فعلا محتوى الفيديو كله طاقة ايجابية. تصوير الروتين الكامل حلو قوي، زي ما قلت لكم مفتقداه، نفسي فعلا ارجع اصور روتينات زي ديت، يبقى الروتين شامل فيه كل حاجة. دعواتكم ليا. شجعوني باللايك علشان اليوتيوب يقترح لي الفيديو، وادعوا لي كده دعوة حلوة بصلاح الحال وبالشفاء، ان بجد اقدر اقوم اعمل شغل يومي اللي كنت بقدر اعمله دوت. ولو انتي وصلتي معايا لحد هنا اذكري الله في كومنت. ولو بتتفرجي عليا يا قمرايه وانتي لسه مش مشتركه، نوريني باشتراكك فضلا منك وليس امرا. بس ما تنسيش تفعلي زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار فتقدري تدخلي تتفرجي عليه. واكتبي لي كومنت، بجد كومنتاتكم بتفرحني جدا، بتفرحني جدا. اسفه طبعا على اللخبطه اللي انا فيها، بس اكيد انتوا حفظتوني. لما ببقى متضايقه بتبقى دي طريقتي في الكلام. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش زي ما قلت لكم باللايك وبالدعوه الحلوه. وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.